بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار اليقين بمملكة البحرين أن يقدموا لكم خطبة الجمعة من جامع النصر، وهي بعنوان أحداث من السيرة وصلتها بأحداث البحرين، لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، تبقى السيرة النبوية معين يستقي الإنسان منه فهم الحياة، يستقي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الناس، مع الأحداث، كيف يفهم واقعه، كيف يفهم المستقبل. جعل الله سبحانه وتعالى النموذج العملي في الزمن الذي اختاره مع الناس الذين اختارهم لصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المصطفى الذي اصطفاه الله على العالمين. جعل تلك الفترة النموذج الذي يبقى أو يحتذى به إلى يوم القيامة. تستطيع أن تعرف تصرفات الناس من خطئهم، المواقف، تعرف الموقف الصحيح من الموقف الخاطئ من خلال السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية تطبيق عملي للإسلام، فهم الإسلام من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أغفل الإنسان السيرة فقد شيئا كثيرا، بل ضل السبيل، وأصبح يتخبط الإنسان لا يعرف كيف يسير. سنتحدث اليوم أو سنأخذ اليوم بعض الأحداث من السيرة، مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ننظر كيف نستفيد منها في واقع اليوم. الموقف الأول، مجموعة من الناس تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلن إسلامها، والمدينة أجواءها لا يستطيع عليها كل إنسان. إذا ذهب الإنسان للمدينة قد يصاب بالحمى. هذه المجموعة جاءت من البدو، من البادية، وغير متعودة على أجواء المدن. فلما جاءت إلى المدينة وأعلنت الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أصيبوا بمرض، وهم أصلا قد قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم ضعف، هزال من الجوع وقلة الأكل، مرض عندهم في أجسادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعالج القلوب فقط، بل حتى والأبدان. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل له، إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فشربوا وبقوا هناك مدة فصحت أجسادهم، ولما صحت أجسادهم وقوا، كافأوا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقتل الراعي وسرقة الإبل.
وفي قتلهم للراعي قتلوه أيضا بطريقة بشعة، سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وقتلوه، بل وضربوا أيضا وضعوا على لسانه الشوك حتى مات، وأخذوا الإبل وهربوا. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تعامل مع هذا الحدث؟ حتى تعرف حجم الانحراف في واقعنا اليوم. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الحدث؟ مباشرة أرسل سرية، مجموعة من المقاتلين يقتفون آثار هؤلاء، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ألا يبصروا الطريق. وصلت المجموعة المقاتلة إلى هذه الفئة المجرمة، ألقوا القبض عليهم، أسروهم جميعا، أحضروهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أحضروهم كيف تعامل معهم؟ مثل ما فعلوا بالراعي، أحمل المسامير الحارة وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم رماهم في الحرة، والحرة منطقة في المدينة معروفة، رماهم في الحرة حتى ماتوا من العطش. هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الفئة المجرمة. أظنكم وضحت عندكم الصورة بشكل واضح جدا، لكن نوضحها أكثر. هل هذا الفعل الآن فيه رأفة بهم؟ لا. هل الذي فعلوه هم أيضا بالراعي الشيء القليل؟ جواب لا. هل إحسان النبي عليه الصلاة والسلام لهم يقابل بالكفر؟ لأنهم كفروا بالإسلام وقتلوا الراعي. هل الإحسان يقابل بالكفر ثم بعد ذلك يحسن إليهم مرة ثانية؟ تصرف غير صحيح. إذن عندما تكون هناك فئة مجرمة وتسعى في الأرض بالفساد، لابد أن تعامل معاملة ترجعها وترجع غيرها أيضا، حتى لا يفعل أحد مثل فعله. وفيهم نزلت الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم شرعي أيها المسلمون. عندما تنظر إلى هذه الحادثة وواقعنا اليوم وما يحصل في الشارع، تدرك أننا نتصرف خلاف الشريعة. حكم الله في جهة وتعاملنا مع المجرمين في جهة أخرى. إذا كان الناس سيتباكون على من قتل البارحة ومن قتل قبل ذلك، هناك ما هو أعظم من هؤلاء ينبغي أن نتباكى عليه. أعظم منه أنه لا يوجد حكم شرعي يرجع، ومعنى ذلك أن هذه الفئة المجرمة ستستمر في إجرامها وفي فعلها بنفس الطريقة ما دام أحكامنا معهم خلاف الشرع. ما دمنا لا نتعامل مع المجرم بمعاملة رادعة مبنية على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتوقع أننا نستطيع أن نفلح في إيقاف الفوضى. ودليل ذلك أننا الآن في العام الثاني، هذا هو الاحتفال بالعام الثاني طبعا عندهم، وإذا كان كل سنة سيحتفلون بمقتل مجموعة من رجال الأمن أو جرحهم أو إحراق الشوارع أو إفساد الأرض، إذا كل سنة سيحتفلون، فهذا معناه أن احنا يعني في تصرفاتنا. أعطوني عبارة جميلة لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فإن كان الإنسان مؤمن ما يلدغ مرتين. أما إذا وضع يده في الغار ولدغها العقرب ثم أخرجه ونظر إلى الدم يسيل فوضعها مرة ثانية يتلذذ باللدغ، هذا يدل على أنه ليس بمؤمن، لأن المؤمن ذكي.
أما أن يلدغ الإنسان من نفس الجحر مرتين، تتكرر نفس الأحداث نفس الطريقة ولا يوجد رادع للمجرم، هذا يدل على انحرافا عن الحل الشرعي. موقف ثاني من أحداث السيرة ومرتبطة بواقعنا أيضا، وجه السؤال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة عن الحيض، فنزل الجواب من عند الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلما نزلت هذه الآية إلى آخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. هذا الخبر وصل إلى اليهود. لما وصل هذا الخبر إلى اليهود غاضهم، قالوا هذا الرجل ما ترك شيئا إلا خالفنا فيه. يعني في أحكامه أنتم تعلمون أن اليهود إذا حاضت المرأة لا يقتربون منها أبدا ولا يسكنون معها تحت سقف واحد، لو تكون هي في غرفة وهو في غرفة، وكل شيء تضع يدها عليه يتحول إلى نجس. عند اليهود المرأة الحائض لو مسكت الكرسي ينجس الكرسي، مسكت الكاس ينجس الكاس، يعني جحيم في الأحكام عندهم. لكن عندنا في الإسلام هذه الأحكام غير موجودة. منع الرجل فقط من مجامعة زوجته أثناء الحيض. لما بلغ الخبر هذا اليهود غاضهم. لما بلغ الصحابة أن اليهود قد اغتاظوا من ذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يريدون أن يزيدوا اليهود غيظا على غيظ، قالوا: أفلا نجامعهن؟ ما دام هذا يغيظ اليهود أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خاف الصحابة، خاف. طبعا المتحدث في هذا الموضوع 2 من الصحابة، لكن تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام دليل على غضبه على هذا الفعل وعدم موافقته على هذا الطلب. المبدأ الذي سار عليه أسيد بن حضير في هذا الطلب أنه من باب ردة فعل على اليهود ويريد إغاظة اليهود. المبدأ الذي يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأسيد وغيره بل للأمة أن القضية ليست قضية ردة أفعال ولا عواطف، وإنما هي أحكام شرعية يجب أن يلتزم بها المسلم. ما علاقة هذا بواقعنا؟ ما علاقة هذه القصة بواقعنا؟ هي قاعدة لو تتعلمها. القضية ليست عناد للطرف الآخر، لا، قضية ما هو الحكم، والتحرك في مساحة الحكم الشرعي فقط. أكثر من الحكم الشرعي لا يجوز لنا أن نتحرك. مجاوزة الحدود ظلم، ولا يجوز المسلم أن يظلم نفسه فيتجاوز حدود الله عز وجل. لما ننظر إلى واقع الناس اليوم في البحرين في تعاملهم مع هذا الحدث الذي يمر بهم ويعصف بهم يوميا منذ 2 وإلى الآن، تجد أن كثيرا من الناس يتعاملون كردة فعل وليس وفق الأحكام الشرعية، يتعاملون معاملة عاطفية. وأضرب بعض الأمثلة. يحتفل أهل الإجرام بثورتهم المزعومة 14 فبراير. ردة الفعل عند أهل السنة قالوا نحتفل 21 فبراير، نحتفل 21 فبراير. هل هذا عليه دليل شرعي؟ أن يجعل يوم 21 فبراير كل سنة احتفال ذكرى وقوف الناس عند الفاتح. وهل وقوفكم أصلا كان لله؟ أصلا كان الوقوف لله من البداية. نرجع
ولا كان من الخوف ونجاكم الله ولم يشكر الله وشكر غيره وعصي الله؟ الأساس فاسد، الأساس ما بني على صح، ثم بنينا عليه فاسد آخر، وهو أننا بدأنا نكرر هذا ونجعل هذا يوم عيد. جعلنا هذا يوم عيد، كل سنة سنقف عند الفاتح مرة ثانية في ذكرى وقوفنا الوقوف الأول، ولم نستفد من وقوفنا الأول ولا وقوفنا الثاني، وكذلك لن نستفيد من وقوفنا الثالث. وأظنكم تعرفون ماذا أقصد. إذن هذه ردة فعل مخالفة للشريعة، لأن تعظيم يوم من أيام العام لم يعظمه الشرع وجعله عيدا من الأمور المنكرة في الإسلام، حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، وهي من مشابهة اليهود والنصارى ومن مشابهة المشركين، فلا يجوز أن تعظم إلا ما عظمه الله ورسوله. ونحن أهل الإسلام عندنا عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عدا ذلك لا توجد عندنا أعياد، لا عيد الحب ولا عيد البقر ولا عيد الشجرة ولا عيد المريض ولا عيد غيره طبعا، ولا عيد ميلادك ولا عيد ميلاد زوجتك ولا عيد زواجك ولا عيد زواج زوجتك. ما عندنا هذا الكلام، هذا كله ما عندنا. ردة الفعل إذن هذه مخالفة للشريعة، فلا يجوز إحياءها ولا دعمها ولا الإعلان عنها ولا مساندتها ولا حضورها. طيب أنت تريد تنقذ نفسك مما أنت فيه، وإنقاذ النفس من الواقع الأليم الذي نعيشه إنما يكون بالفرار إلى الله لا إلى غيره، وبطاعة الله لا بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، والأمن من عند الله، فإذا سلبه منا نراجع أنفسنا، ولا نستطيع إرجاع الأمن إلا بطاعة الله. مثال ثاني على ردة الفعل، كيف أننا نبني أحكامنا على ردة فعل وليس على الأحكام الشرعية، نبنيها على العاطفة وليس وفق الميزان الشرعي. مثال الثاني، الثناء على العسكريين كلهم في البحرين. ما لاحظتم هذه الأيام الكل يدعو العسكريين والكل يثني على العسكريين ويرون موالاة جميع العسكريين؟ السبب ما هو السبب؟ على أي أساس أثنيت على العسكريين جميعا، دعوت العسكريين جميعا؟ ما هو المعيار؟ المعيار أنهم وقفوا أمام من يفسد في الأرض. هل هذا هو المعيار؟ هل هذا هو المعيار الشرعي في الحب والبغض والثناء وغيره؟ لا. هل العسكريين نستطيع أن نثني عليهم بالجملة أو نذمهم بالجملة؟ لا. يمدح الإنسان ويثنى عليه بناء على فعله الشخصي، وليس بناء على عمله وظيفته. إن كان هذا الرجل العسكري أو غيره ذو خلق ودين قربناه وأحببناه، لا لأنه عسكري لكن لأنه له خلق ودين. إن كان رجل لا يصلي وشارب للخمر ومفسد في الأرض هو أيضا بطرق أخرى كالزنا، ولكنه عسكري، ماذا نفعل؟ نحب لأنه عسكري فقط يدافع عنا؟ هذا معيارنا؟ هذا ليس معيار شرعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أوثق عرى الإسلام أو عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمحبتك للطرف الآخر ليست مبنية على وظيفته، وإنما على مدى قربه من الله أو بعده. فهذا الولاء اليوم أو هذا الثناء أو هذا الدعاء أو هذا يعني التزكية للعسكريين بإطلاق ردة فعل فقط غير مبنية على أساس صحيح. لا يعني هذا ذنب في العسكريين بطبيعة الحال، لا تفهم هذا الكلام بالمقلوب، لكني أريد أن أوضح لك وأنت من عامة الناس أو من العسكريين قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا إذا كنت عندك نسب،
وإذا ما كان عندك نسب أيضا عملك وظيفتك لن تقدم شيء لك إذا ما أخرتك، لأن بعض الوظائف تؤخر الناس. فمعيار وزن الناس على مدى قربهم أو بعدهم عن الله، لأنه في يوم من الأيام قد تنقلب الأمور. وأنتم تعلمون أن العسكريين في العالم لا يربون على نصرة الدين وإنما على نصرة الأوطان. فهب أن يوما من الأيام في بلد من البلدان غير هذا البلد مثلا، وقد حصل، يواجه أهل العسكريون يواجهون عموم الناس من المدنيين من غير المفسدين في الأرض، فعلى أي أساس يكون معيارنا؟ والإسلام جاء بمعايير تطبق على الجميع في كل بقعة من بقاع الأرض وفي كل زمن. فالمحبة والكره والبغض ليست على الوظيفة وإنما على أخلاق الشخص، على عمل الإنسان، على صلاته، على طاعة لله عز وجل. والواجب علينا أن نحث كل عسكري وكل مدني أن يكون طائعا لله عز وجل، معظما لأمر الله سبحانه وتعالى، محافظا على صلاته، بعيدا عن الإفساد في الأرض. وأنتم تعرفون بعد هذا الكلام أكثر مني أيضا، ولا أحتاج إلى التصريح أكثر.